اللعيبه رغم ناس كتير وللاسف ان هم ينتموا لنادي الزمالك قعدوا يقلدوا فينا، لكن الحمد لله يعني الحمد لله ان اللعيبه النهارده كانوا رجاله فعلا، ونتفاهم في الدقيقه 88 يعني الفرقه فعلا فيها حاجه كويسه الحمد لله يعني. اكيد كابتن عبد الواحد، وما حدث في المباراه السابقه قلت لي هنروح ان شاء الله نجيب تذكره او بطاقه الصعود من اثيوبيا، وده واضح، واكيد كان ليك دورك ككابتن للفريق وخبراتك الكتيره، مرت عليك ظروف اكتر من كده بكتير يعني. اولا انا الحمد لله انا عايز ثقه في اللعيبه الحمد لله بفضل ربنا، يعني اللعيبه عندها طموح وعندها اصرار. ده يمكن الماتش الاولاني كان فيه حاله غريبه، ودي مش حاله بتاعت نادي الزمالك. النهارده الشوط الثاني نقص الاكسجين، وحضرتك يمكن الناس لعيبه الكوره اللي عند حضرتك تعرف كويس قوي الاكسجين هنا بيبقى عامل ازاي، رغم ذلك ان احنا مستفيدين احنا الشوط الثاني يمكن باستثناء اخر 5 دقائق اللي هي بعد ما جبنا جول. الشوط الثاني كله بتاعنا يمكن كان في نعترف ان في النهارده يعني كان في عدم توفيق في ان احنا بعد ما جبنا جول كان المفروض ان احنا نحافظ اكتر من كده، وان احنا يبقى عندنا اصرار اكتر من كده، لكن الحمد لله يعني فعلا في الدقيقه 88 ده في حد ذاته فرحه كبيره جدا. ويمكن انا اتكلمت مع اللعيبه بعد الماتش قلت لهم انا شايف ان في الكوره ما فيش اي حاجه مستحيل، كل حاجه وارده وكل حاجه ممكن تحصل. وده الحمد لله النهارده على المكسب وعلى الصعود دوري المجموعات. بشكر مجموعه الالتراس اللي جت ورانا والناس يعني تحملت الصعوبات وكانوا فعلا واقفين معانا، واللعيبه كلها حست بكده كويس. والنهارده يمكن اللعيبه حتى لما اتكلموا معاها لكن مش عايزين بقى نروح الناس اللي معانا دي زعلانه، وطبعا الحمد لله منها كلنا كنا مبسوطين. وطبعا ببارك لإنبي على الصعود وبارك للاسماعيلي على الصعود، وان شاء الله الاهلي كمان يصعد، الفرقه المصريه كلها تبقى بخير ان شاء الله، لان ده كله انعكس على المنتخب ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عبد الواحد لو سمحت طمني على احمد سمير، لان المنظر كان مقلق قوي بعد المباراه. احمد سمير دكتور طمنا عليه دلوقتي الحمد لله، كان هو تقريبا فقد الوعي شويه، لكن الحمد لله دلوقتي كويس. ممكن من نقص الاكسجين او الكلام ده بيتهيألي يعني. تقريبا بذل مجهود كبير النهارده، واللعيبه كلها بذلت مجهود كبير، وطبعا بشكر سمير على المجهود اللي عمله، يعني الحمد لله النهارده مطمنا عليه ان هو كويس، الدكتور لسه مطمنا كلنا دلوقتي وان هو بخير الحمد لله. يعني ان شاء الله يكون معاكم في الفندق وكويس عادي وفايق وكويس. يعني هو جاي على طول ان شاء الله، هو مجرد بس ان هو كان تقريبا اكسجين زي ما انتم عارفين، حصلت قبل كده مع محمد صبري نفس القصه، لكن الحمد لله النهارده الدكتور لسه مطمنا على سمير وهيرجع معانا ان شاء الله كده. مبروك كابتن عبد الواحد، الف مبروك وتهانينا للفريق بالكامل، ان شاء الله باذن الله للافضل والاحسن في القادم باذن الله تعالى. الله يبارك فيك. اشكرك كابتن عبد الواحد السيد كابتن فريق نادي الزمالك، شكرا جزيلا.